ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. تعالوا النهارده هنعمل مع بعض جلاش بطريقه حلوه جدا وكمان صيامي بكل سهوله. يلا نبدا ونشوف هنعمل ايه مع بعض. في الاول كده هعمل الشوربه اللي هسقي بيها الجلاش بتاعي. معايا كوبايتين من الميه، حطيت عليها ورقه لورا، واحده حبهان، 2 قرنفل، فلفل اسود حصى، ممكن تحطي فلفل اسود عادي مش لازم حصى. وكمان هزود معايا رشة صغيرة كده من جوز الطيب، بشرة يعني كده من جوز الطيب، وملح وكزبرة. وهحط معايا كمان توم باودر وبصل باودر. احنا متعودين ان احنا بنحط بصلايه في الشوربه، فحطيت مكانها باودر. وحطيت مكعب مرقه خضار بس ما تصورتش. وهزود معايا معلقه كبيره من السمنه النباتي، ممكن تحطي معلقه من الزيت، معلقتين يعني من الزيت، وهسيبهم يغلوا وبعدين هصفيهم. وكده الشوربه بتاعتنا جاهزه. دي الحشوه بتاعتنا النهارده. هنحط بصل وجزر وفلفل الوان ومشروم. ممكن تحطي اي خضار تاني زياده، ممكن تشيلي اي خضار مش متاح عندك او مش بتحبيه. الطاسه بتاعتك كده فيها معلقتين من الزيت، هنزل عليهم بالبصل بتاعي وهحط عليه رشه من الملح، وهقلبهم لحد ما البصل بتاعي يدبل. افضل اشوح فيهم كده لحد ما البصل يدبل معايا. بعد ما البصل يدبل معايا بالشكل ده هنزل عليه باقي الخضار. هحط الجزر والفلفل الالوان مع بعض وهقلب واشوح فيهم برضو علشان يدبلوا. وهنا هزود معايا التوابل. التوابل بتاعتي بقى اللي هي الملح وفلفل اسود، توم باودر وبصل باودر، وهحط كزبرة وبابريكا. بس كده هقلب بقى وهفضل اشوح فيهم لحد ما الخضار بتاعي يدبل كويس ويستوي يعني. وبعدين في الاخر بعد ما خلاص هطفي النار هزود بس المشروم ياخد تشويحة كده وهطفي النار. وكده الحشوة بتاعتنا جاهزة. وكمان هحشي معايا جبنة موتزاريلا صيامي لو متاحة، لو مش متاحة نستغنى عنها، مفيش اي مشكلة خالص. تعالوا بقى نروح للصينيه بتاعتنا ونشوف هنعمل ايه في الجلاش. الصينيه بتاعتي دهنتها دهنه زيت كده من تحت، وحطيت الجلاش بتاعي. الجلاش العلبه بتاعتي فيها 16 طبقه، فانا هحط 8 طبقات من تحت، 8 طبقات من فوق. هحط معايا 3 و3 و2 كده يبقوا 8 طبقات. ومن غير ما ادهن اي حاجه هحط كل المادة الدهنية بتاعتي من فوق، وهيتشربوا وهيبقى مورق وزي الفل من غير ما ندهن طبقات ولا اي حاجة. بعد ما حطيت 8 طبقات من تحت هحط الخضار بتاعي بالشكل ده وافرده. نوزعه كده على كل الصينية بتاعتنا. وهنيجي بقى نحط الجبنة الموتزاريلا لو متاحة زي ما قلت لكم صيامي. طبعا لو مش هتعملوها في الصيام فانتوا حطوا اي انواع جبن، يعني اي ميكس جبن عندكم تقدروا تحطوه. بعد ما فردنا الجبنه بتاعتنا كده بالشكل ده كلها، هنيجي بقى الزوايا دي اللي على جنب هقفلها كده على الحشوه بتاعتي شويه، وهحط بقى ال8 طبقات الباقيين من فوق على الوش بالشكل ده. وهنجيب بقى نقطع الصينيه بتاعتنا. بعد ما قطعنا الصينيه بتاعتنا كلها بالشكل ده هجيب بقى كوبايه من الزيت، ده زيت زيتون على فكره، ممكن تستخدمي اي زيت. هحطها كده على الوش بالشكل ده وهي هتتشرب كل الزيت ما تقلقوش. هدخلها الفرن بتاعي، وبعد ما تاخد لون شويه بالشكل ده هطلعها اسقيها بالشوربه. شايفين الشوربه اللي عملناها مع بعض دي شوربه كدابه، شايفين شكلها عامله ازاي؟ يعني لو شفتيها ما تقوليش خالص انها مش شوربه حقيقيه. وانا بحب احط بيكنج باودر، بس انا نسيت احط في الشوربه بيكنج باودر. طبعا مش وهي بتغلي، بعد ما بتطفي عليها وتبرد بتزودي عليها معلقه صغيره من البيكنج باودر وبعدين بتسقي بيها الجلاش. بس انا نسيت، فجبت ربع كوبايه ميه وحطيت عليها معلقه البيكنج باودر وسقيتها ودخلتها الفرن. اتشربت وخدت لون بالشكل ده وطالعه جميله جدا جدا جدا. جربوها وهتعجبكم. هنفتحها دلوقتي ونشوفها مع بعض. هنقطعها. بس عايزه اقول لكم لو عجبكم الفيديو النهارده ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس وتقولوا لي ايه رايكم في الوصفه بتاعت النهارده. تعالوا بقى نقطعها كده وهنشوفها عامله ازاي مع بعض.
تعالوا بقى نرفعها كده. طبعا زي ما احنا متعودين في اي حاجة، اول قطعة ما بتطلعش كويسة من تحت، يعني كانت مش طالعة كلها، فهنيجي بعدين نطلعها ونطلع القطعة اللي بعد كده، هنطلع القطعة اللي من تحت، الطبقة اللي تحت يعني. بصوا بقى هتطلع عاملة ازاي، شايفينه مورقة وجميلة جدا. هي سخنة طبعا، مش عارفة افتحها كويس، بس هسيبها تبرد شوية واحاول امسكها لكم كويس. شايفين بعد ما تهود حاجة بسيطة كده، شايفين من تحت عاملة ازاي، حلوة جدا ومورقة وجميلة. جربوها وتعجبكم. اشوفكم المرة الجاية في حاجة جديدة نتعلمها سوا. باي باي.